يعني تكذب على البيت وتفهمها انها لما تتجوز في بيت عيله مش هتخدم امه، وفي الاخر امك تهزقها؟ طب ليه ما تيجي دغري من الاول؟ للاسف هذا الفاجر جاي يحكي ويقول متجوز جديد في بيت عيله، مراتي قبل الجواز هي واهلها قالوا لي انها هتبقى لوحدها في شقتها، ولو هتنزل عند امي تقعد شويه وتسلم وتطلع تاني، فانا خدتهم على قد عقلهم ووافقت. كذب ونفاق، كذاب. بعد ما اتجوزنا اديتها فتره 3 ايام، وبعد كده امي طلعت الساعه 7 الصبح تاخدها وتنزل تشوف شغل البيت، زعقت معاها وخافت ونزل، ولقيتها بتقول لي انت مش متفق مع اهلي وكلام رجاله، انت مش قد كلمتي. طبعا عملت معاها الصح وقلت لها انت جايه هنا لخدمه امي، خلاص امي كبرت وكتر خيرها لحد هنا، واختي متدلعه مش بتعرف تعمل حاجه، نقعد بقى بالجوع والبيت مزبل عشان حضرتك ما تعرفيش الاصول. دلوقتي سابت البيت واهلها مكلميني عشان تتطلق، هو دلوقتي اللي يتكلم في الاصول يبقى غلطان؟ يا عسل يا سكر، ايه الواد العسل ده؟ يعني انت كدبت عليهم من الاول وعملت نفسك ان انت موافق على طلباتهم، وهذا كذب ونفاق، وعملت لي فيها بقى الحمل الوديع وانا موافق واللي انت عايزينه وبتاع. طب طالما انت مش جايه معاك ما تقول من الاول، مش انت قلت كلمه يبقى تلتزم بيها، ولو كان عندك النيه ان تخليها تخدم امك، لان طبعا الكونتيسه سميحه عندك اختك ما بتعملش حاجه، يبقى تقول لها من الاول وهي ليها مطلق الحريه، بقى توافق ترفض دي بتاعتها. ولازم نبقى فاهمين ان خطوه الجواز في بيت عيله مش سهل، فلازم نبقى صراحه مع بعض في كل حاجه عشان ما نظلمش حد. قول لي بقى رايك في التعليقات، هل حقها ان هي تتطلق ولا لا؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.